علشان ما تضيعش وقتك وتعرف الفيديو ده ليك ولا لا. تعال اقول لك الفيديو ده عبارة عن ايه بالظبط. لو انت انسان مبتدئ في تعلم اللغة الانجليزية او سبق وكانت لك محاولات وبتدور دلوقتي على اسهل وابسط طريقة انك تتحدث باللغة الانجليزية بدون التعمق في دراسة القواعد، فالفيديو ده ليك وانت في المكان الصح، فتابعني للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة المهندس كامل التعليمية في كل مكان. أهلا بكم مع فيديو من أقوى الفيديوهات اللي هيخليك تتكلم اللغة الإنجليزية بسهولة جدا. وعلشان تفهم فكرة الفيديو تفهم قوته، اعرف الأول يعني إيه إنك تتحدث باللغة الإنجليزية. التحدث باللغة الإنجليزية هو إتقان فن السؤال. طب والجواب؟ الجواب احنا عندنا فيديوهات كتير بتتكلم عن تكوين الجمل كتير، ولكن الجمل مش بتعمل مشكله في المحادثه، لان دايما السؤال ممكن يكون طويل جدا. يعني مثلا اقول لك ماذا ستصنع اليوم في المساء عندما تجلس لتشاهد التلفاز؟ هتقول لي لا اصنع لا شيء، nothing، كلمة. فالجواب ممكن يكون كلمة، لكن السؤال هو اللي محتاج فكر شوية. فأنا فكرة الفيديو ده قايم على إيه؟ إن أنا لخصت لك كل قواعد اللغة الإنجليزية تقريبا في قوالب ثابتة. القوالب ديت سيادتك لو حفظتها مع مجموعة كلمات انت حافظها مع مجموعة أفعال انت حافظها، تقدر تعمل بجد مئات بل آلاف الأسئلة بحفظ كام قالب؟ يجي 10 قوالب ثابتة ما فيهمش أي مشكلة، وأنا هدربك عليهم دلوقتي. ومش كده وبس، هديك تمارين عليهم كمان. فالفيديو ده جميل جدا، بس ركز وما تحاولش تجري أي حاجة في الفيديو علشان تستفاد. فيلا بينا نبدأ على بركة الله بعد ما تسمعوني الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل كل شيء علشان تفهم برضو فكرة الفيديو، الأسئلة في اللغة الإنجليزية نوعين: سؤال يا إما بمعنى هل، خلاص، وإجابته بتكون يا يا لا، يا يس يا نو. يا يا لا. هل تلعب؟ هل مش هتلعب؟ لا. هل تذهب الى المدرسه؟ لا. طيب، وسؤال باداه استفهام اقول لك ماذا تلعب؟ ماذا تصنع؟ عشان تقعد تحكي لي بقى. ماذا تلعب في المساء؟ انا العب كره. طيب، ماذا تصنع في العمل؟ والله انا اصلح كذا واصلح كذا. سؤال اسمه باداه استفهام، ده النوع الاول وده النوع الثاني. هتقول لي سيادتك هتدينا ايه دلوقتي في الفيديو ده؟ هديك النوع ده هو بتاع هل، ولو فهمت هل هو ده هو ده. في اخر الفيديو روح بحركه تكه واحده كده، مش هتاخد ثواني بس خلصت. اللي انا عايز اوصله لك ان سؤال هل هو نفسه سؤال اداه استفهام، بس بنزود عليه اداه استفهام. طيب، سيبك من القصه دي كلها عشان قلت لك مش هدخلك في القواعد. تعال بقى نبدا الفيديو من اوله وركز معايا شويه. اول نوع ده كل الاسئله دي بمعنى هل. أول سؤال هل are you معناها هل أنت، هل أنت، أو معنى صح هل تكون أنت. وار يو ديت بتسألها لما بتكون بتسأل عن، هيجي وراها يا اسم يا صفة يا حرف. مش فاهم؟ لا بالراحة كده، أنت مش عايزين نجري. ار يو هل أنت، والدو يو هل أنت، عشان بس إيه ناخدهم مع بعض. الدو يو دي برضو معناها إيه؟ هل أنت. طيب، هل أنت لما تكون بتسأل هنا عن إيه؟ عن فعل. طيب، لا تعالى بقى بالراحة، معلش أنا دخلت لكم الاتنين مع بعض، لكن أنا هضربك واحدة واحدة بالراحة كده. ار يو هل أنت، دو يو هل أنت. أنت عايز تقول لواحد هل أنت جيد؟ جيد دي سيادتك صفة، يبقى أقول له ار يو جود، عشان ده ار يو هي اللي بيجي مع مين؟ الصفة. عايز أقول له هل أنت علي؟ علي اسم، ار يو علي. طيب، لو حرف، هل أنت إيه؟ في البيت، at home، يبقى are you at home، علشان are you هي اللي بيجي مع الاسم والصفة أو الحرف. طيب، لو أنا عايز أقول لواحد هل أنت تلعب؟ تلعب فعل، يبقى do you. هل أنت تشرب؟ تشرب فعل، do you drink. هل أنت تنام؟ do you sleep. طيب، يعني الدو دي بتاعت الفعل ما تنفعش الفعل يجي هنا. ينفع الفعل يجي هنا بس بشرط، لو جبت هنا فعل هنحط له حاجه اسمها اي ان جي. يعني مثلا لو انت عايز تقول له هل انت تلعب بالار يو، هتقول له ار يو مش بلاي، ار يو بلاينج. تمام؟ ركز في القصه دي كويس. اللي انا عايز اوصله لك برضه بالراحه كده، ان هل انت مضارع
يا اما اقول ار يو يا اما اقول دو يو. لو انت بتسال عن اسم هل انت احمد يبقى ار يو احمد. تسال عن صفه هل انت مريض ار يو سيك مريض صفه. هل انت في المنزل ات هوم، او هل انت هل انت ايه بص في المطعم في بعد انت في المطعم ات ذا ريستورانت يبقى انت تقول ار يو. لكن هل انت تلعب دو يو بلاي، هل انت تشرب دو يو درينك، لان تلعب وتشرب وتاكل كلها افعال. السؤال ممكن احط الفعل مع الار يو. هي الدو يو ملهاش الا فعل، خلاص الدو يو دي اوتوماتيك ما فيش الا ما ينفعش الا بعدها فعل. لكن ممكن الار يو تاخد الفعل هنا بس تحط له اي ان اي جي، يعني ينفع اقول هل انت تلعب بس ما اقولش ار يو بلاينج. هل انت تاكل ار يو ايتنج. تعالى مثال ار يو، ممكن اقول له ار يو مثلا اسم ار يو علي، هل انت علي. صفه ار يو جود، هل انت جيد. اهو حرف ار يو ات هوم، هل انت في المنزل. فعل ممكن يجي فعل حط له اي ان جي ار يو ايتنج، هل انت تاكل. خدت بالك من الفعل اديته اي ان جي. ليه؟ لان الار يو مش بتاعت افعال اصلا، فلما بيجي فعل بتخليه شبه الاسم باضافه اي ان جي. طيب هتقول لي طب ايه لازمتها ان انا اقول ار يو ايتنج؟ ما انا عندي الدو يو بتاعت الافعال. يعني مثلا ممكن اقول ايه دو يو ايت، هل انت تاكل. دو يو درينك، هل انت تشرب. دو يو سليب، هل انت تنام. مفيش اي مشكله بالنسبه لي خالص. طيب واحد هيجي يسال السؤال الجميل ده، يقول لي طيب ما انا اخلي كل الافعال مع الدو يو وخلاص، يعني اي فعل بقى الدنيا ما تصعبوش الدنيا. مثلا هل انت محمد يبقى محمد ده اسم ار يو محمد. هل انت مثلا قوي دي صفه ار يو سترونج. هل انت مثلا في القاهره هل انت في ده حرف، انت قلت حرف يبقى ار يو ان كايرو. واخلي الافعال كلها للدو يو. هل انت تاكل دو يو ايت، هل انت تشرب دو يو درينك، هل انت تنام دو يو سليب، هل انت تشاهد التلفزيون دو يو واتش تي في. خلصت دي. هو انا ممكن ليه يعني ايه اللي يخليني مثلا اقول له ار يو ايتنج ما انا عندي هل انت تاكل دو يو ايت. هقول لك الحته دي بيستخدموها لما يكون الفعل يحدث الان. يعني مثلا لما تقول هنا دو يو ايت هل انت تاكل، يعني بسالك من عادتك ان انت بتاكل في الوقت ده، بس مش شرط ان انت بتاكل دلوقتي. لكن لو انا قلت لك ار يو ايتنج باستخدام الار يو واحط الفعل اي ان جي، ده لها عند الاجانب معنى ان انت دلوقتي بتقول له هل انت تاكل الايه الان. خلص الكلام. طيب انت سايب لي الفراغات دي ليه؟ الفراغات ديت هل انت، طب انا عايز اقول له هل انت في الماضي بقى، يعني هل انت كنت حاجه ماضي، يعني مثلا بالامس. هل انت كنت في البيت، هل انت كنت مريض، هل انت كنت تعبان. طب هل انت كنت بتلعب، هل انت لعبت هل انت في الماضي. قال لك في الماضي ولا يهمك نفس القاعده، بس بدل الار يو هنخليها ايه وير يو بس يا باشا. ونفس القصة دي برضو نفسها هي مش فاهم. وبدل الدو يو هنخليها ايه ديد يو. يلا اهي. ونفس القصة دي برضو هو فعل برضو، يا برضو يجرى يا اسم يا صفة يا حرف يا فعل في اي ان جي. دي فعل برضو، بس هنا هل برضو ودي هل، بس هنا بقت ماضي. دي هنا الوير يو ماضي والديد يو ماضي. مش فاهم؟ لا لازم تفهم القصة دي. بص معايا، انا دلوقتي قلت لك من شويه، خد بالك انا بأطيل النفس في هذه الجزئيه لان الجزئيه دي اللي عامله اشكال عند ناس كتير. انا دلوقتي بقول لك هل انت علي، ار يو علي عشان ده اسم. طب انا بقول لك امبارح في واحد جه، هل انت كنت علي اللي انا شفته امبارح؟ كنت علي بالماضي بدل الار يو تبقى وير يو علي. طيب ار يو جود، هل انت بخير؟ امبارح انا اسالك عايز اقول لك هل انت كنت بخير، بدل الار يو بقت وير يو. هل انت في البيت، هل انت كنت في البيت وير يو ات هوم. هل انت كنت بتاكل وير يو برضه لو فعل اي ان جي. خلاصه الكلام اي كلام يا مضارع يا ماضي انت بتسال عن اسم او صفه او حرف في المضارع استخدم الار يو.
الكلام ده حصل امبارح وفات وعايز اسال برضو عن اسم او صفه او حرف، استخدم الوير يو. يعني مريض سك دي صفه، انا مش عايز اقول له دلوقتي هل انت مريض. لو عايز اقول له هل انت مريض دي صفه، هل انت مريض يبقى ار يو سيك. لكن انا عايز اقول له الراجل كان امبارح او اول امبارح، هل انت بقى كنت مريض في الماضي، ماضي الار يو يبقى الوير يو، وير يو سيك. طيب واحد في القاهره اقول له هل انت في القاهره، هل انت ايه في، ده حرف يبقى ار يو ان كايرو. طب انا هسالك من يومين هل انت كنت في القاهره، كل اللي انا بكلمه بدل الار يو خليها الوير يو. يبقى اذا الوير يو هي نفسها الار يو، بس الوير يو بتحول الكلام في الماضي. الدو يو ملهاش الا فعل. هل انت تلعب؟ دو يو بلاي. هل انت تاكل؟ دو يو ايت. طيب عايز بقى اقول لك هل انت اكلت ماضي، هتقول لي بلاي تبقى بلايد. لا لا لا، في السؤال لا، ابدا بدل الدو خليها ديد بس خلاص. يبقى did you eat هل انت اكلت، did you drink هل انت شربت، did you sleep هل انت نمت. خد بالك دول اهم حاجه في اللغه الانجليزيه، عيدهم مره واثنين وانت هتلاقي الدنيا حلوه معاك. طيب السؤال ده بقى معناه هل تستطيع انت، ده ما فيش مشكله يعني، انت مش هيلخبطك بقى، مش زي دي، مش زي الار يو والدو يو. الار يو والدو يو مش هيفهم لخبطه، هل انت فلازم احدد انا بسال عن فعل ولا صفه. لكن هنا هل انت تستطيع، كان يو ريد بيجي وراها برضو ايه، فعل، ملهاش الا فعل. الفعل بقى له نصيب الاسد، الاسماء والصفات مع الار يو والوير يو في الماضي. كان يو مثلا ريد هل تستطيع تقرا، كان يو رايت هل تستطيع تكتب، كان يو مثلا اسوم هل تستطيع تسبح. كان يو انا عايز اقول لك هل تستطيع، يعني مش عايز اقول لك هل انت، انا بقول لك هل تقدر، يبقى كان يو. طب الماضي هل استطعت، بدل الكان بتبقى حاجه اسمها كود، سي يو ال دي، ال سايلنت لاتو، كود يو بس خلاص. نفس القصه يجي وراها فعل من دون. عايز اقول لك هل استطعت تقرا، كود يو ريد، هل استطعت تكتب، كود يو رايت، هل استطعت، هنا ريد فيها ايه، هل استطعت تسبح، كود يو سويم، هل استطعت اي حاجه، مفيش مشكله خالص بقى. يبقى انت سيادتك انت تحفظ قوالب ثابته اهو. ار يو تسال عن اسم او صفه او حرف بالامثله، عايز احولها الماضي بدل الار خليها وير يو. دو يو يجي وراها فعل، هل انت تلعب، هل انت تاكل، عايز احولها الماضي لعبت اكلت لازم فعل did you. can you هل تستطيع، can you read، can you write، can you swim. عايز اقول له هل استطعت، بدل can you حطها could you وزي الفل. طيب عايز اقول اسال في المستقبل هل سوف، بدل ما تبدا ابدا ب will you. will you هل سوف انت، اي حاجه بقى برضو يجي هنا معاها لازم فعل. will you travel هل انت سوف تسافر، will you go هل انت سوف تذهب، will you do، will you work هل انت سوف تعمل. ما فيهاش اي مشكله خالص، ما فيش مشاكل هنا. استطاع بنسميه سؤال استطاعه. لما أنا هل تستطيع ابدا بكان يوم، احفظ القالب كان يوم. هل سوف will you travel برضه فعل وفعل. will you travel هل سوف تسافر، will you go هل سوف تذهب، will you work هل سوف. طيب عايز اسال واحد معاه بقول لي يا لو الموضوع كده كان حصل زمان، هل كنت سوف تسافر، بدل الويل وود ال برضه سايلنت لا تنطق would you. ونفس القصه برضه بيجي وراها فعل من دول. هل كنت سوف تسافر would you travel، هل كنت سوف تذهب would you go، هل كنت سوف تعمل would you work. بس دول كانوا اهم حاجه عندي دلوقتي في الجزئيه دي. يبقى انا ما عنديش مشكله بالنسبه لي، معذره على الاعاده. فالاعاده انا بسال دلوقتي هل انت، بس مش عايز اقول لا هل سوف ولا هل تستطيع، مش عايز اقول هل انت. يبقى انا ما بين الار يو ما بين الدو يو. انت بتسال عن اسم او صفه او حرف يبقى الار يو، بتسال عن فعل يبقى الدو يو. طب ينفع اسال عن الفعل بالار يو؟ بس حط له اي ان جي. حلو، هل انت كذا، هل انت كذا. طيب عايز اقول له هل بقى انت يعني في الماضي، هل انت كنت مريض، هل انت كنت في البيت بسال عن اسم او في الماضي بدل الار يو وير يو. طب عايز اقول له هل لعبت، هل بسال عن فعل في الماضي بدل الدو يو خليها دي يو. بس الباقي كله سهل. هل تستطيع كان يو بلاي، هل استطعت ابدا بالكود يو، هل سوف تذهب ويل يو جو، هل كنت سوف تذهب بدل ويل ابدا بود. احفظ القوالب دي وعيد الفيديو مره واثنين هيفيدك. طيب مي هل
ممكن أنت. احتمالية، هل ممكن مثلا برضه بيجي وراه إيه؟ فاعل، كله فاعل، مفيش إلا الاسم. عشان كده بنقول لك الار يو أسماء صفات أفعال، يعني أسماء صفات حروف قطر بيجي مع كله. لكن ما ينفعش يعني هل مثلا أنت مريض، ما ينفعش أقول له هل ممكن تبقى مريض؟ may you sick، ما ينفعش، المريض صفة، يبقى لازم نرجع للار مين؟ يو، زي ما هنشوف في التمارين. يبقى هل ممكن تلعب؟ may you play، لازم فعل. هل ممكن تأكل؟ may you eat، لازم فعل. هل ممكن مثلا تشاهد التلفزيون؟ may you watch TV. بس خلاص، يبقى اذا ما فيهاش مشكله. انا لما اكون عايز اقول لواحد بس هل ممكن، انا مش عايز اقول له حاجه الا هل ممكن تلعب، هل ممكن تذهب، هل ممكن تنام، هل ممكن، بس احتمال. طيب الماضي بتاع might يو، وبرضه مش هقول هل قد ممكن، لا هي ممكن برضه فعل، ما فيش اي مشكله، الاثنين بيساووا بعض. may يو زي might يو. يعني انا دلوقتي واحد مثلا قاعد فبقول له يعني هل ممكن تساعدني، فاقول له may you help me، may you help me. طيب عايز اقول له هل ممكن تقرا هذه، يعني هل ممكن، يعني لو يمكن مثلا، يعني حاجه زي من فضلك كده may you read this، تقرا هذه. او ممكن اقول له might you، هي ما فيهاش، هي الاثنين هنا بيساووا بعض، الماضي زي المضارع. طيب اكتر سؤال عندنا اللي هو is this، هل هذا. is this معناه ايه؟ هل هذا. ما اكثر هذا طبعا ده كله سؤال، ما اكثر هذا السؤال is this. يعني is this اكتب هنا اسم شيء، اي اسم. is this a pen، is this a car، is this a girl، is this a cat. حط يا باشا اي اسم. يعني هل هذا، يعني ما ينفعش هل هذا فعل، هل هذا، لا هي لازما اسم، لازما مين؟ اسم. is this اي حاجه. دي بتبقى لو ماشي واحد تخليه، انت عارف بالعربي عندنا نقول ايه؟ هو ده كذا، هو ده قلم، هو ده كتاب، هو ده مكتب، هو دي سياره. اهي بالانجليزي is this. ده انت لو حفظت is this دي وماشي في وسط الاجانب هتحس انك استاذ انجليزي، يعني مستخدمه كتير. is this a car، is this a pen، is this a girl، is this a cat، قطه، is this a girl، هل هذه بن، is this a car، هل هذه سياره، is this a pen، هل هذا قلم. طيب عايز اقول له هل كانت، يعني العدة دي هل كانت هذه سيارة، بدل is تبقى was this. نفس الكلام، اسم يجي وراها اسم شيء. مش فاهم is this was this. بص يا باشا، انا بقول لك لو انا عايز اقول لك هل هذا القلم is this a pen. طيب في حد حدف كده مثلا، ده انا شايفه قدامه، بقول لك is this a pen، هل هذا قلم. طب انا قاعد كده وواحد راح حدفه حاجه عدت من وشي ده، فبقول لك هل اللي عدى ده هل ده كان قلم؟ يبقى ما اقولش is this عدى بقى وخلصت. was this was this هل كان هذا قلم؟ was this a pen. طيب is there مش هل هناك، لان there معناه هناك. طيب دي بقى ما بقولش هل هذا الحاجه قدامي. هل هناك مطعم، برضو بيجي وراها مين؟ اسم. is there، هل هناك a bank، هل هناك a restaurant، هل هناك مطعم. يعني is this و is there شبه بعض، بس is this لما يكون حاجه قدام عيني انا شايفها بقول لك is this a pen، هل هذا قلم. اترمى حاجه عدت بقول لك was this a pen، هل هذا كان قلم. لكن دلوقتي انا بقول لك في منطقه انا مش شايف الحاجه قدامي، هل هناك بنك، هل هناك، بدل is this تبقى is there هناك. is there a bank، هل هناك بنك. طيب هل هناك مطعم، is there a restaurant، هل هناك مطعم. طيب عايز اقول لك هو كان هناك كده مطعم، بدل is there تبقى ايه؟ was there. ولا اجمل ولا احلى من كده. was there a bank، was there a restaurant، was there الكلام ده كله. طيب must you معناها هل يجب أن. must you go لازم يجي هنا فعل بقى.
must you go هل يجب أن تذهب؟ must you sleep هل يجب أن تنام؟ must you play هل يجب أن تلعب؟ ملهاش ماضي. أنا مثلا بقول لك يعني أنت دلوقتي بتقول لي أنا هلعب، فأنا بقول لك يعني إحنا قاعدين مع بعض، هل يجب إنك تلعب يعني؟ must you play أنا هنام، يعني وأنت واجب عليك إنك تنام دلوقتي. must you sleep يجب أن أذهب. must you go هل يجب أن تذهب؟ يبقى must you هل يجب أن. have you معناها هل أنت تملك، يجي وراها برضو اسم. ما هو هل أنت تملك يبقى سيارة. have you got a car have you got a house هل أنت تملك منزل، وهكذا. بص تاني may you يجي وراها فعل، ركز في الحتة دي. may you play may you eat may you watch TV هل أنت ممكن إنك تلعب كذا. might you هي برضو هل ممكن، نفس الكلام might you play might you eat might you watch. is this الحاجة قدام عينك بتقول له هل هذه كذا. is this a pen is this a car. طيب حاجة عدت تقول له هل كانت هذه، بدل is this was this a car. انت عايز تقول له هل هناك is there a bank is there a restaurant is there حاجة كده، هل هناك، انت بتسأل. لكن انت مثلا بتقول له هو كان هناك يعني زمان كان هناك، بدل is there was there a bank كان هناك بنك هل كان هناك بنك، وهكذا. must you معناها هل يجب أن. واحد بيقول لك أنا هنام دلوقتي، فأنت بتقول له must you sleep هل يجب أن تنام، أنا همشي دلوقتي. must you go هل يجب أن تذهب، بيجي معاها فعل. طيب have you got معناها هل أنت تملك، حط اللي أنت بتسأل عليه. have you got a pen هل تملك قلم، have you got a car هل تملك سيارة، have you got a house هل تملك منزل، have you got مثلا أي حاجة هوتيل هل أنت تملك فندق، have you got money هل أنت تملك مال. خلاص. طيب خلاص دولت كده، عيد الفيديو مرة واتنين، كوباية شاي جميلة وظبط الدنيا. طيب تعالى بقى على التمارين ديت. طيب قبل التمارين انت قلت لي دي سؤال هل، ازاي اقلبه سؤال استفهام؟ حلو. السؤال ده بص يا باشا، اي سؤال بأداة الاستفهام حوله انت في مخك لهل، والأداة اللي انت سمعتها في الأول حطها. مش فاهم مثلا عايز اقول له ماذا تلعب، ماذا تلعب في أداة استفهام. هات أداة الاستفهام ديت حطها في مخك كده على جنب. هنقول له مثلا وليكن ماذا يعني ايه، وات. انا كده حطيتها فوق، واعتبر السؤال ماذا تلعب ده مضارع، يعني هل تلعب. هل تلعب يبقى هل انت تلعب، صح؟ يبقى يا ار يو يا دو يو. تلعب دي فعل يبقى دو يو بلاي، يبقى وات دو يو بلاي. بس ده معناه ماذا تلعب. طيب سؤال، لماذا أنت حزين؟ طيب لماذا أنت حزين؟ هنشيل لماذا نحطها هنا من الإنجليزي معناها واي، لماذا. وقال لي السؤال هل أنت حزين، هل أنت حزين، حزين دي صفة، يبقى نقول ار يو ولا دو يو؟ هتقول لي ار يو، يبقى ار يو ساد، يبقى واي ار يو ساد، ماذا أنت حزين. أنا ما بعملش سؤال جديد. طيب مثال، لو أنا قلت لك هل تستطيع مثلا وليكن هل تستطيع تذهب، بالانجليزي هتقول لي هل تستطيع، والله انت اديتنا الكان يو، هل تستطيع تذهب، كان يو جو. حلو. لو انا قلت لك متى تستطيع تذهب، هتقول لي استنى، متى يعني ايه؟ هتقول لي اقول لك وين، حطها كده، متى تستطيع تذهب وبعد انت كتبت وين متى، يبقى متى تستطيع تذهب، شيل بقى وين وحط ايه، هل تستطيع تذهب، يبقى كان يو جو، يبقى وين كان يو جو. اظن الفكره وصلت، ما تصعبش الامور، عشان كده قلت لك الفيديو للمبتدئين. تعالى بقى حط لي اداه استفهام يا باشا او سؤال يتناسب مع الشيء. فاين، فاين بخير. انا عايز اقول له هل انت بخير، هل انت بخير. بخير دي صفه، عشان بس ايه، صفه بخير، يعني انا بقول لك، واحد يقول لك انا بخير، بخير دي الوصف، فالصفه مين اللي بيتعامل مع الصفات هنا؟ يبقى هل انت بخير، انا ما بين الديو وما بين الار يو. ايوه صح، ار يو فاين، ار يو فاين.
بس خلصت. طب عايز اقول لك مثلا لماذا انت بخير؟ لماذا انت بخير؟ هتقول لي والله لماذا انت بخير؟ هات لماذا اسمها بالانجليزي واي، وبعدين لماذا انت بخير اعتبرها هل انت بخير. هل انت بخير صفه، يبقى ار يو فاين، يبقى واي ار يو. شفت انت بقيت استاذ انجليزي معايا. طيب ايت ياكل، ايه اللي يناسبها من هنا؟ هتقول لي ايت ده فعل. ياه، قول لي ده يناسبها كتير قوي. ده بيتعامل مع افعال. ممكن اقول له هل انت تاكل، ممكن اقول له دو يو ايت، اهو اروح حاطط هنا دو يو. دو يو ايت، هل انت تاكل. ممكن احط ديد، ديد يو ايت، هل انت اكلت، تحولها للماضي. ممكن احط كان يو، هل تستطيع تاكل، كان يو ايت. ممكن احط ويل، هل سوف تاكل، will you eat. ممكن احط may، هل ممكن تاكل، may you eat. ممكن احط must، هل يجب ان تاكل، must you eat. طب لو انا عايز اقول له لماذا يجب ان تاكل، هقول له لماذا حطها في why، وبدل لماذا يجب هل يجب ان تاكل، هل يجب ان تاكل must you eat، يبقى احط قبلها هنا ايه، why must you eat. حلو. ابانك، ابانك ده اسم بيبقى مش فعل. يبقى مين اللي بيتعامل مع اسماء؟ الاسماء بص يا باشا، is this و is there و have you got اسماء. فانا ممكن اقول له ايه، is this a bank، هل هذا بنك. طبعا is this بيمشي معاه was this، بس هل كان هذا بنك، بس انا بمشي على المضارع. is this a bank. طيب ممكن استخدم is there عشان ده اسم، is there a bank. ممكن استخدم have you got، هل انت تملك، have you got a bank. مفيش اي مشكله خالص عشان بنك ده اسم مش فعل. شوف هنا اللي بيتعامل مع اسماء is اهو، ده مع اسم واز مع اسم، وهنا برضو اسم. طيب اكار نفس النظام، نفس الكلام ده كله. ممكن اقول له الثلاثه دولت ممكن احطهم هنا برضو. ممكن اقول is this a car، is there a car، have you got a car، هل تملك سياره. طيب travel تسافر، travel تسافر فعل. الفعل طالما فعل شايف الفعل ممكن استخدم دول كلهم هنا. اقول له مثلا do you travel، هل انت تسافر، did you travel، هل انت سوف تسافر، can you travel، وهكذا. طيب لو انا قلت لك السؤال ده تكتبه لي بقى في التعليقات، عايز اقول له متى يجب ان تسافر، هو هتقلبه هل وتحط لي، فجاوب في التعليقات وانا ارد عليك. وفي نهايه الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش مشاركه الفيديو علشان الخير ده يوصل وينتشر لاكبر عدد من الناس ودعما لنا، وبالتوفيق. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.